وصل معاه ونشوف ان شاء الله. بشر غير نبه الناس من ابن الحرام اللي جاب شيء باسم المنظمات ويستهدف المعوقين. والله يا ابن عم الرجال جاني يعني قاعد بدكاني، جاب تاكسي اجره، جايب التاكسي من الشارع يعني، وقف السلام عليكم اسماعيل، قلت له اسماعيل، قال اني معاك من جمعية الاحسان مو منظمة جمعية. ايش قد صار لك معاق؟ كم شخص انتم؟ شلون مصروفك بالشهر؟ تلقيت مساعدات من المنظمات؟ يلزمك كرسي كهرباء، كرسي حمام، تشكي من امراض مزمنه، قلب، ضغط، سكر، غيره. ايش بهالاسلوب هذا؟ قال عندك هويه، شاف هوياتي كلياتي، تبعية النظام وتبعية الحزب وتبعية السوريه. قال تقدر تروح معي على المركز هناك نسجل لك بيانات ونسلمك كرسي هناك ونشوف بس شيء يخصصوا لك راتب تظبط وضع دكانك. قلت طالع عند الرجال معاه بالتاكسي خيو، وخذت جوالاتي ومرنا شيء المصاري زاد بجيبي بس ما شافن. وخذنا ورا شارع الوادي عند مركز مهند الحيوي تبع تصوير الريل المغناطيسي، مقابل البناية. نزلني قالوا التاكسي استنى هنا، هطلع فوق اسجل له واجيك. طلعني على الدرج، نزلني قدام باب شقة. قال حسيت بدنا نفوت يجوز نشلحك هدومك ونصورك نسوي لك تحاليل، بيه احراج شيء؟ قلت له لا ما بيه احراج عادي. قال لي بس لا تقول عندي دكان، لا تقول عندي طريزيلة، لا تقول عندي جوال، هات جوالاتك غبي عندي بس خلصت تسجيل، واذا ما اسالك لا تجاوب. ما لك طول سيره بالله، خذ الجوالات وخذ الهواية ثلاثة وقال استنى نازل السيارة وجايك. من حطني على البسطة ما استنظفت السالفة، لا مكتب لا شيء، بس باب شقة مقابلي. نزل بالله الرجال ما بخمس دقائق وانفتح باب الشقة، الآن قاعد مقابلها. وأنا مرة ولادها تقول أخوي أنت شو قاعدك هنا؟ منو جابك لي جاي؟ شنو قصتك؟ قلت له والله قصتي واحد اثنين ثلاثة، جاي أساس أستلم كرسي ومساعدة مادية مشان أضبط دكاني وكذا. قالت يا ابني لا بمنظمة هنا، والعمارة هاي لزمتي والبيت هذا بيتي. وقلت له والله ترى هذا جوالاتي والهواء. قالت هذا نصاب. نزلني عاد ابنها على باب العمارة ونلاقى بالتاكسي يستنانا. قلت له وين صاحبنا؟ قال نزل من عندك، قال لي جاي يسجلوا لك. وراح قال استنوني هنا، انا راح اجيب الكرسي والاغراض واجيكم. ولف بشار اطلع من عند النبهان على الوادي. قمت ادق على الجوالات من هاتف والتاكسي وخارج التغطيه. قلت والله النصب علينا يا ربيع. طبعا الحمد لله اليوم هوايا يرجع، بس زاد رجع بمصيبه صراحه يعني. زاد ماخذ تاكسي مني من مفرق الجزره، ماخذه للكسرات على بنيه معوقه اسمها خديجه الخود مدري شنو. المهم وعلى الطريق زاداني من المنظمه وانا ساعد المعوقين ومعوقين مظلومين، زاد يحكي له التاكسي. واصل هناك عند زاد دكان، نازل جايبين عنده ميه، وقال له خيول رجعني على البلد لانه هاي طلعت كذابه، الجيران يقولون هاي مو معاقه ومسجله تقبض مصاري بس. وعلى الطريق انت عموش عندك عمو ما عندك عليك دين، ايش رايك اسجلك بالمنظمه عندنا بس تستفيد وفي دينك، بس بدنا منك $200 تختم لك ايانا بختم المنظمه على اساس انك ماخذ بالدفعه اولى. راجع الرجال على سيارته انه كنت طول الساعه بس سياره ما بغير اوراق بيضه فاضيه وبها الهويات تبعياتي. الرجال على موجب العنوان والوصف جايبين على قرابتنا موسى العسكر. وجا الرجال زاد بالدكان قاعد لي يسولف لي ويشكي ويبكي. والله هاي كل السيرة يا ابن عمي، يعني الرجال عنده معلومات كاملة عن المعوقين وين ساكنين وش قد أعمارهم وشنو إعاقتهم، وجا يجيهم من باب المساعدة الإنسانية، أعطيكم كرسي، أعطيكم مساعدة مادية.